ينتهي الصراع على السلطة إذا وصل الكل للسلطة، خلاص ينتهي الصراع نهائيا. لكن هل تتوقف الحياة ونقول هذا؟ لا. الكتاب الأخضر نفسه يتنبأ بأنه بعد عصر الجماهيريات قد يأتي عصر الفوضى والغوغائية. كيف؟ عندما يصبح كل فرد معتد بنفسه إلى درجة أنه يصبح كأنه مؤتمر شعبي، ما عادش يقبل رأي حتى اللي جالس في جنبه. الآن مؤتمرات شعبية تقبل رأي بعضها بالمؤاومة بالاتفاق، لكن في يوم ما ممكن يوصل الفرد للاعتداد بنفسه وبيقرر مصيره بنفسه كفرد إلى درجة أنه هو يحس نفسه هو مؤتمر شعبي في ذاته، وما عادش يقبل رأي الفرد آخر. هنا تبدأ الغوغائية، وهذه مرحلة قد تصل إذا ما انتكستش الديمقراطية، يعني وصلنا لهذه المراحل الملكية الجمهورية الجماهيرية الغوغائية، هذا معناه احنا ماشيين للأمام. لكن لما نوصل الغوغائية نروح فين بعد ذلك؟ بعد ذلك تبدأ الحاجة مرة أخرى إلى النظام وإلى العودة إلى الجماهيرية. فهنا تظهر الدكتاتورية في المرحلة الرابعة، يعني ملكية جمهورية جماهيرية غوغائية دكتاتورية. المرحلة الخامسة الدكتاتورية تبدأ مطلوبة. تصور الدكتاتورية في يوم ما تصبح مطلوبة إذا حل عصر الغوغائية والفوضوية نعم. وهذه المرحلة تبدأ الدكتاتورية شيء مطلوب ومرغوب لكي يستتب النظام ويتم الردع. لكن هل الدكتاتورية هي مطلب، هي غاية؟ لا، الدكتاتورية يعني شيء مرفوض. إذا كيف نتعايش معها؟ لا، لابد أن نناضل مرة أخرى ضد الدكتاتورية للعودة إلى الجماهيرية. قصدي يعني العصر الجماهيري أو الجماهيرية إذا تجاوزناها نناضل لكي نعود إليها، إذا لم نصل إليها نناضل لكي نصل إليها. تبدأ الجماهيرية دائما هي شاطئ الأمان.